بسم الله الرحمن الرحيم. معكم أخوكم أبو فرج من مدونة أبو فرج. اليوم عندنا حل مشكلة تعليق شاشة الآيفون 6 بلس أو أي آيفون ثاني. أنا طبعا واجهت المشكلة هذه، وكان أول ما شريت الآيفون 6 بلس حطيت عليه لزقة الحماية الستيكر اللي فوق. طبعا الستيكر سبب لي مشكلة في اللمس في الشاشة، لأن شاشة الآيفون 6 خاصة لها مميزات خاصة، فكان يتعارض وكان يسوي لي تجميد للشاشة. وأول ما شلته الحمد لله انتهت هذه المشكلة. فإذا كان عندك ستيكر للحماية شيل الستيكر الحماية. إذا نفع الحل كان بها، ما نفع تروح للحل الثاني، هو عمل ريستار للجهاز بالضغط على زرين الباور والهوم. لما تظهر التفاحة تشيل ايدك وإن شاء الله تنحل المشكلة. وهالمشكلة هالطريقة هذه أنا مسوي لها فيديو تقدر تراجعه تشوفه، اللي هو طريقة ريستار، إعادة تشغيل الآيفون. ما راح يمسح لك أي شيء إن شاء الله. بعد الطريقة الثالثة تسوي إعادة تعيين جميع الإعدادات. من الإعدادات عام إعادة تعيين جميع الإعدادات. طريق إذا ما نفعت طبعا الطريقة الرابعة تروح لها، اللي هي عمل ريستور من الآيتونز. تشبك بالكمبيوتر بالآيتونز وتضغط على ريستور ماي آيفون، وإن شاء الله تنجح معكم إحدى هذه الطرق. طبعا خذهم بالترتيب، إذا نجحت بالأولى خلاص لا تروح للثانية، وإذا ما نجحت تروح للي بعدها واللي بعدها. تجرب الأربع طرق حتى إن شاء الله يشتغل معك. طبعا إذا ما اشتغل معك بيكون في مشكلة طبعا في الجهاز نفسه، تودي للضمان أو الكفالة أول شيء تشوفونه لك. لكن قبل كذي تجرب هذه الطرق اللي أنا شرحتها لك، وراح الطرق هذه راح تحصلونها في الموضوع في المدونة عندي. ترجعوا له إن شاء الله. كان هذا الفيديو، لا تنسون اللايك والاشتراك في قناتي إذا كنتم مشترك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.